حبايبي عاملين ايه؟ النهارده صحيت على تليفون بصراحه يسد النفس حرفيا، فانا قلت اطلع اعرف البنات عشان هي كمان تاخد بالها، عشان ما تقعش في نفس المشكله اللي انا وقعت فيها يعني، او نفس الغلطه. اول حاجه، انا عندي فيزا مشتريات من البنك بتاع مصر، تمام؟ الفيزا دي بتتيحلك ان انت تشتري اي حاجه من خارج مصر او من جوه مصر، تمام؟ وكمان ان انت تشتري اي حاجة بدون تقسيط، سواء بقى من كارفور، حسب الاماكن اللي هما بيتعاملوا معاها، تمام؟ بدون تقسيط تشتري اي حاجة. المهم انا حاولت ان انا الغيها كتير قبل كده، فما عرفتش. كل ما اروح ده هي متجددة معاكي السنة الجاية، طب استفدي بيها، مش عارفة ايه الكلام ده كله. المهم عشان لما روحت افتح حساب، لما حبيت ان انا افتح حساب، فقال لي ما ينفعش ان انا افتح حساب غير لما لازم ان انا يعني يعملوا لي الفيزا دي. فهي الحساب بتاعي اتفتح بضمان الفيزا دي، فعشان الفيزا دي تبقى ب4000 جنيه، يعني علشان احط فيها فلوس كانت ب4000 جنيه. فالمهم رحت لما فتحت الحساب خدتها، كل شهر لقيته ايه بقى بيتخصم لي ب100 وحاجه، 160 170 كده. فهي حرفيا هتخرب حسابك، هتخرب جيبك، لو انت حاطه فلوس في الحساب هيضيع. المهم رحت اصريت بقى المره دي ان انا هروح الغيها، مع ان الفيزا كانت لسه متجدده، طبعا بيبقى ب200 جنيه، سوري، الفيزا دي بتبقى ب200 جنيه. المهم قلت برضو هروح الغيها. رحت في اليوم اللي هو حصل فيه حريق سنترال ده، بس انا رحت الصبح بدري، حتى الفرع اللي انا كنت تابعه ليه في مصر الجديده كانوا بيجددوه، رحت فرع تاني. المهم فروحت قدمت على طلب، لسه النهارده التليفون جايلي، يعني حد من خدمة العملاء بيقول لي حضرتك ده لسه في الفيزا لسه متجددة ومعاكي لحد السنة الجاية في شهر 5. قلت له برضو الغيها، في عروض وفي كارفور وفي معرفش ايه وايه وحش فيها، تقدري تشتري بيها من بره مصر. الواحد اصلا مش عارف يشتري من جوه مصر عشان يشتري ايه من بره مصر. قلت له برضو الغيها. قال لي طب حضرتك عشان الغيها، تمام، بصوا بقى هنا كده، عشان الغيها فهيتخصم 4000 جنيه اللي هو الضمان بتاع الفيزا دي. يعني الفيزا دي عشان افتح الحساب فكنت حاطه فيها 4000، فانا هخصم ال4000. قلت له ليه حضرتك؟ انا ما استفدتش بيهم بحاجه يعني. قال لي هو كانت مفتوحه بالضمان كده، عشان انت عايزه تلغيها فهخصم 4000. قلت له اخصم. فان انت تعملي فيزا مشتريات اوعي، هتخسري حرفيا، الا واذا ان انت شغلك اصلا معتمد ان انت بتشتري حاجات من بره مصر، تمام؟ فتقدري ان انت تعملي